فاكر لما كنت بتقف بالساعات عشان تدفع فاتوره او تبعت فلوس لاهلك في بلد تانية؟ اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حكايات الغريب. في حد شاف المشكله دي وقال مش معقول نفضل كده. الراجل ده كان اسمه اشرف صبري، ومعاه بدات ثوره الدفع الالكتروني في مصر. في 2008 اشرف صبري قرر انه يدخل مجال محدش كان مصدقه في مصر وقتها، الدفع الالكتروني. الناس كانت بتخاف تدخل رقم بطاقتها على النت اصلا، لكن هو كان شايف اللي جاي. كان عنده رؤيه لمصر وهي بتتحول في طريقه الدفع والتكنولوجي. كان بيقابل مقاومه من البنوك ومن التجار ومن الناس كمان، بس الراجل ما وقفش. كان عارف ان التغيير الحقيقي بيبدا بصبر واصرار، وفعلا بدا يربط فوري بشركات البنوك والاتصالات والكهرباء والميه. النهارده فوري بتتعامل مع اكتر من 250 الف نقطه بيع، وعندها اكتر من 35 مليون عميل في مصر. وفي 2019 دخلت البورصه، وكانت اول شركه تكنولوجيا ماليه يتم طرحها في البورصه، وبقت رمز لنجاح التكنولوجيا المحليه. اشرف صبري ما عملش مجرد مشروع، عمل ثوره في حياه المصريين. خلى الدفع اسهل والتحويل اسرع والمستقبل اقرب، وده خلى ليه مكان كبير في حكايات الغريب. لو القصه دي الهمتك شاركها مع صحابك اللي عندهم فكره جديده بس خايفين يبداوا. وما تنساش في اخر كل حلقه ان اهم حاجه توفيق ربنا. اكتب لي في الكومنتس تحت عاوزني اكلمك عن مين في الحلقه اللي جايه.